ثانية واحدة فقط وحركة واحدة فقط وتكتشف الزيت الأصلية من الزيت المغشوشة، طريقة مضمونة 100%، يعني بدون إطالة. يعني سندخل في الموضوع كما قلت لكم، ثانية واحدة فقط لا غير وتكتشف إن كانت الزيت مغشوشة أم أصلية. أرجو هذا الفيديو أن تشاركوه مع الأصدقاء والصديقات أيضا لكي نستفيد جميعا. بعض الأشخاص لديهم كوليسترول ويشترون الزيت المغشوشة ويقعون في مشكل، يزداد عندهم نسبة الكوليسترول. فلهذا علينا أن نحد من غش زيت الزيتون بهذه الطريقة السهلة، ولا تتعدى ثانية واحدة فقط لا غير. سهلة جدا تكتشفها، تشتري ربع لتر من الزيت وتكتشف إن كانت الزيت مغشوشة فلا نشتريها نهائيا، وإن كانت جيدة نشتريها. بسم الله نأخذ هاتف نقوم بالإضاءة، إضاءة الهاتف، ونضع فوقه كأس زجاجي فيه زيت زيتون. أنا لدي كأسان، واحد فيه زيت زيتون مغشوشة والثاني أصلية. إن ظهر الضوء من فوق الكأس فهاته مغشوشة، وإن لم يظهر هاته الزيت جيدة 100%. وسوف أريكم الطريقة الثانية. انظروا هنا، نرى الضوء من فوق فهاته الزيت مغشوشة. بمجرد أن أرى الضوء فوق يخرج من الزيت فهاته زيت مغشوشة ولا نشتريها نهائيا. سأعيد التجربة أمامكم. هاته زيت مغشوشة. أما الثانية، انظروا هنا، سأضع الكأس وسط الضوء. انظر هنا لا يخرج الضوء نهائيا، وهاته زيت أصلية وجيدة. وهناك أيضا طريقة أخرى وضعتها ستجدونها أسفل في صندوق الوصف. هي أيضا طريقة ممتازة ومضمونة. وهذه أسهل طريقة. نضع دائما الكأس فوق الضوء، إن خرج ذلك الضوء ورأينا ذلك الشعاع، انظروا هنا يظهر لكم ضوء المصباح فهاته زيت مغشوشة ولا نشتريها ونبتعد عنها. الكثير من الناس يغشون، ربي يهديهم. وهذه أصلية. انظروا هنا لا يظهر عندي شيء، لا يظهر ذلك الضوء، وهذه زيت 100% أصلية وجيدة. كما قلت لكم هذه الطريقة جد سهلة. أما الطريقة الثانية فهي تتطلب 12 ساعة كي نكتشف إن كانت أصلية أم لا. أما هذه الطريقة اللي شفتوا الآن تبين لكم الطريقة إن كانت مغشوشة أم لا. انظروا فهذه الزيت مغشوشة ويظهر الضوء الهاتف. أتمنى أن تشاركونا الفيديو وأن تدعمونا بلايك لكي يصل الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الناس ونستفيد جميعا إن شاء الله. أتمنى أن تشاركونا هذا الفيديو ولا تبخلوا علينا بلايك فضلا وليس أمرا، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.